ما شفتش اللي حصل لأم خالد؟ طب تعالى هوريك بسبب فضيحتها لجوزها والمشاكل اللي بينهم سببهم مين. أكيد كلكوا عارفين. تطلع معاه لايفات على طول وبيدعمها وبيخلي ناس تدعمها وخلى الفلوس تجري في ايديها عشان تسيب جوزها وخرب بيتها. تعالى نشوف عشان ما اطولش عليك، واهم حاجة تصلي على النبي واللايك بتاعك الجميل. مش انا اللي اتغفل يا ام خالد. خناقه كبيره بين ام خالد وجوزها بعد اكتشافه خيانتها مع الشاب شاكر. يا ترى ايه اللي حصل؟ ام خالد انفصلت عن جوزها من شهور بعد ما العلاقه بينهم تدهورت، وطردها هي وولادها من البيت وقال لها ما اشوفش وشك تاني. ام خالد عملت موف اون سريع وبدات غلطة ان الواحد يسيب مراته تفتح لايفات، ويسيب اخواته يفتح لايفات، ويطلعوا على النت ويتعرفوا على ده وعلى ده. سبب خراب البيوت ما بيجيش الا من كده. زي ما كلنا شفنا الفتره الاخيره. راكب فين؟ يا نهار اسود، مش عارف اوقفه يا تعداني، والله ما عارف اوقفه. قد البيت الراجل بتركبه ليه؟ لكن اللي شفناه قدام الكاميرا حمادة وورا الكاميرا حمادة تاني خالص. أم خالد بعد فترة جوزها ما استحملش بعدها، وده مش لأنه بيحبها، بالعكس أم خالد بالنسبة له كانت مجرد ATM. ولما فلوسه بدأت تخلص قرر إن يرجع يعتذر لها تاني. أم خالد تقلت شوية وبعدين وافقت واشترطت عليه يكتب لها بيتهم باسمها. طبعا أبو خالد وافق، لكن قال لها نأجل الموضوع قدام شوية. وطبعا بينه وبين نفسه مش عايز يديها البيت عشان ما تطردوش هو بره الشقة ويتشرد. وخلال أقل من 24 ساعة بس شاف أم خالد وهي طالعة لايف مع شاكر وبيقولوا ألفاظ وإيحاءات مش كويسة، ده غير كلام بينهم في شات الواتساب في تجاوزات. هنا جوزها اتعصب وضربها بالقلم وسحلها وطردها بره الشقة هي وولادها، وقال لها مش أنا اللي اتغفل يا أم خالد، مش عشان بتصرفي عليا بفلوسك يبقى أنا قاعد بقرون في البيت. اتفضلي خدي حاجتك وهدومك ومش عايزه اشوف وشك تاني. تروحي عند امك ما اشوفش وش امك هنا. هنا ردت عليهم ام خالد وقالت له انت متضايق وغيران من شاكر؟ طب خليني اقول لك بقى ان شاكر ارجل من 10 زيك، على الاقل حنين على البنات اللي بيعرفوه ومغرقهم بفلوسه ومش بيعمل مشاكل، مش غشيم زيك. وهنا ابو خالد محسش بنفسه غير وهو بيلطشها بالقلم وبيعتدي عليها. ولما خالد ابنها اتحرك عشان يدافع عنها اتفاجئ بابوه بيزقه وبيقول له بلاش انت احسن. جماعة زي ما شاركتكم امبارح ان انا رجعت لمحمد، انا النهارده ما عداش 24 ساعة باين من صوتي انا اتضربت واتسرقت واتسحلت واتفرج عليا الناس. تمام. طب يا ترى ايه اللي بين ام خالد وشاكر عشان المشاكل دي كلها؟ شاكر وام خالد لعبوا جولات كتير على تيك توك وكانوا واخدين راحتهم على الاخر ولا كانهم قاعدين في اوضه نوم، واتطورت بينهم الامور لدرجه ان شاكر بقى اقرب شخص ليها من جوزها، بيعرف عنها كل صغيره وكبيره، ولما بتكون زعلانه من حاجه بتشتكي له. والفتره الاخيره كانت بتحكي له عن المشاكل اللي بينها وبين جوزها، ده غير ان شاكر صاحب خالد ابنها جدا وبقى بيعتبره في مقام ابنه وجاب له هدايا كتير، لدرجة إنه في مرة جاب له بلاي ستيشن 5 وجهاز فار أحدث موديل، وده سعره بآلاف الدولارات. بس كله يهون عشان خاطر عيون أم خالد طبعا. حاليا بقى أم خالد اتطردت من بيتها هي وولادها ومحدش يعرف هي راحت على فين. فتفتكروا هنشوفها زوجة لشاكر في الفترة اللي جاية؟ مش بعيد عن كل ده، كل اللي حصل ده وخراب بيتها بايده عشان خاطر الماني الفلوس، وعشان خاطر كل حاجة بقت جوزها وبقت دنيتها. هو مش هينفعك، مش هينفعك. جوزك اللي كان هينفعك حتى لو ما بيصرفش على البيت، جوزك اللي كان في ظهرك ده شوية كلام وشوية فلوس وشوية لعبة يقولك باي باي يا ماما، ياخد اللي هو عاوزه بمزاجه وبطريقته عشان عارف عنك كل حاجة. وانت اللي اديتوله المفتاح من الاول، مفتاح الغلط قبل الصح، واحنا مش شايفين منك حاجة صح. وسلام عليكم.